اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من هنعرف اكتر، ومكملين كلامنا عن ادله القيامه. يا سيدي الدليل الثالث اللي كنا سايبينه ده هو النور المقدس. النور المقدس هو معجزه بتحصل كل سنه في سبت النور. في شمع بيتنور، الشمع ده ما بيبقاش نار عاديه، نار ما بتلسعش، بتقعد لمده 33 دقيقه على حسب سنين حياه سيد المسيح، وهم 33 سنه، او عشان نكون دقيقين هم كانوا 33 سنه وتلت. والنور بيخرج دون اي تدخل بشري، وتحت كمان الحراسه الاسرائيليه، وحتى اللي ماسكين مفاتيح الكنيسه نفسهم هم غير مسيحيين، يعني مسلمين. فالموضوع كله بيتم عن طريق حياديه تامه، يعني مفيش اي تدخل، ولا يرمي له ولاعه ولا يرمي له اي حاجه يعني من تحت السلم كده زي ما بيقولوا. وكان في تصريح للبطريرك ديودوروس بطريرك اورشليم بيقول فيه: اتجه في طريقي خلال الظلام نحو القبر، ثم اركع على ركبتي. هنا أردد بعض الصلوات التي أتت إلينا وعرفناها منذ قرون، ثم أنتظر لبعض الوقت. في بعض الأحيان قد أنتظر لبضع دقائق، لكن في العادة تحدث المعجزة فورا بعد أن أنهي صلاتي. من صميم الحجر نفسه الذي وضع عليه سيد المسيح تخرج النار وتكون عادة باللون الأزرق، ولكن قد يتغير اللون ويتخذ أشكالا وألوان مختلفة لا يمكن وصفها لعقل بشري. ضوء وضباب يرتفعان وتخرج الشعلة المضيئة التي تتخذ شكلا مختلفا كل عام. في بعض الأحيان يغطي النور الحجر، أي مكان موضع سيد المسيح فقط، بينما في أحيان أخرى يغطي الضوء الغرفة كلها، حتى أن الناس الموجودة خارج القبر يستطيعون أن يروا الضوء المنبعث من القبر. وهذا النور لا يحرق، حيث لم تحرق لحيتي من النار المقدسة على مدى 16 سنة كنت فيها بطريركا للقدس. هذا الضوء يكون مختلفا عن الضوء المنبعث من النار العادية التي تحرق في المصباح. في مرحلة ما يخرج النار ويتكون على شكل عمود، تبدو النار في طبيعتها مختلفة، وأكون قادرا على إشعال الشموع بسهولة، ثم أتجه خارج القبر وأعطي النار المقدسة أولا إلى بطريرك الأرمن ثم إلى الأقباط، وفي النهاية تتوزع النار على جميع الموجودين في كنيسة القيامة. ولكن بصراحة تاريخ النور المقدس ده مش معروف قوي بدأ امتى، ولكن في بعض المؤرخين كتبوا بعض الحاجات عن النور المقدس، ومن المؤرخين دول او من كتاباتهم نقدر نعرف او نستشف بداية النور المقدس. يعني مثلا القديس جرجس النسكي بيقول او ذكر في احدى كتاباته ان القديس بطرس شاهد المعجزة دي سنة 34. وكمان مؤرخ اسمه افسيفي ذكر ان في القرن الثاني كده بطريرك او احد البطاركة حصلت المعجزة دي برضو، يعني اتذكرت المعجزة دي في العصر ده، وهي ان كان في زيت، ما كانش في زيت كافي ان هم يولعوا المصابيح، يعني ففي واحد ملا المكان بتاع الشمعة من ميه بركه سلوان، يعني فالنور كانت ساعتها النور المقدس، فالنور المقدس ولع الشمعة بدل يعني بالميه بدل الزيت، وده يدل على مدى قوه النور المقدس او مدى صحه ان في فعلا نور مقدس. اهو ده كتاب احد المؤرخين. وسنه 395 كان في ملك اسمه فيدوسي، ده دخل كنيسة القيامة وما كانش حد يعرف ان هو موجود اصلا، وشاف فعلا اشعال المصابيح او شاف اشعال الشمع نتيجة ضوء القيامة او نتيجة النار اللي ظهرت من القبر. وبعدها البطريرك اعلن وجود الملك موجود، او يعني الملك كان موجود فعلا في الكنيسة بس كان مستخبي يعني او متخفي. وسنة 1000 تقريبا البيروني كتب وقال: أطفأ المسيحيون مصابيحهم وظلوا في انتظار النار التي تنزل وتضيء شموعهم. هذه النار تضيء الشموع في الكنائس والمساجد. وبالرغم من عظمة وقوة النور المقدس إلا إن في ناس شككت فيه، زي مؤرخ ديني اسمه مايكل كولوبروس. مايكل طلع على قناة تلفزيونية اللي هي ET3 اليونانية، وعمل تجربة وقال أو يدعى قدام كهنة كتير جدا ومنهم ناس كانوا أرثوذكس برضو إنه يقدر يعمل زي النور المقدس بالظبط في كده، زي ما بيقولوا كده مفيش، يقدر يعمل ماده اللي هي الفوسفور الابيض. الفوسفور الابيض يقدر يخليه يشتعل من غير ما يحرق حاجه. وكمان ادعى يعني او قال ان الفوسفور الابيض يقدر يخليه او يقدر يمد الفتره اللي ما يحرقش فيها لمده 30 دقيقه لو خلط الفوسفور الابيض ببعض المواد التانية. طب فعلا ما هو ادعاء حلو اهو، ما ممكن تكون فعلا النور المقدس، او ممكن تكون ده كله خدعه. بس انا ليا راي تاني، او احنا كلنا لينا راي تاني. بس في الاول كده قبل ما تصدق الادعاء ده تعال اقول لك هو ايه الفوسفور الابيض ده اصلا. دي ماده فسفوريه مشعه بتتفاعل مع الهواء الجوي، بس هي ماده سامه جدا وليها ريحه مميزه، يعني زي ريحه التوم، يقدر اي حد يشمها يعرف هي ده فوسفور ابيض. وبالاضافه ان هي ماده سامه لما بتتفاعل مع الاكسجين بتطلع دخان وريحه بطريقه رهيبه. يعني ده من الاسباب اصلا اللي بتخلي الموضوع ده مستحيل. انت متخيل كنيسه القيامه بيبقى فيها كام واحد ماسك شمع؟
الشمع ده كله لو فيه فوسفور ابيض وتفاعل بس، شوف كام واحد هيموت. يعني منطقيا صعب جدا، بالاضافه لسرعه تفاعل الماده دي مع الهواء. انت هتعمل مركبات او هتقعد تخلطها باي حاجه عشان تخليها او تاخر وقت التفاعل بتاعها، بس مش هيحصل. وبرضه تخيل معايا كده ان انت معاك كميه الفوسفور ده كله، الكميه دي بتبقى موجوده في قنابل اصلا، القنابل دي ممكن تموت على بعد 150. انت انت متخيل؟ طب ويا سيدي ايا يكن، لو انا استنشقت كميه الفوسفور الابيض ده انا هتبهدل، انا هيجي لي حاجات في القصبه الهوائيه وامر هموت اصلا. ولنفرض برضو ان استنشقناه بكميه قليله هيجي لي فشل كبدي اصلا. فانت كده بتتكلم ان احنا قدام موت جماعي، حاله موت جماعي، احنا معانا قنبله في كنيسه القيامه. صعب جدا، كلام منطقيا ما يدخلش عقل. طب يا سيدي عشان تعرف الناحيه دي هناخد بعض على قد عقلنا كده واقول لك ماشي، هو بيستخدم الفوسفور الابيض، بس كل سنه لما يجي يخش البطريرك القبر بيتفتش، وتفتيشه بياخد من وقت للتاني. يعني كل سنه التوقيت مختلف، ممكن ياخر شويه، ممكن يقدم شويه، مش عارف ايه كده يعني. مفيش مره حصلت غلطه كده وشمعه من الشعب ولعت قبل ما يخش البطريرك. انت بتقول ايه؟ ايوه، ما هو ممكن لو فعلا فوسفور ابيض. انا مش عارف الوقت، يعني انا بحط الفوسفور فهو بيشتغل لوحده، فممكن في اي لحظه خطأ يحصل وحد من الشعب شمعته تولع في الاول، او حتى البطريرك نفسه هو داخل الشمعه اللي هو ماسكها تولع. دي مصيبه، دي كارثه. بس احب اطمنك مش هيحصل ده، لان مستحيل، لان مفيش فوسفور ابيض اصلا. فهنا كل الادله المنطقيه بتقول ان النور المقدس حقيقي وموجود. وفي ادله تاني، في اتنين شافوا النور المقدس غير مسيحيين برضه، وهو ابراهيم باشا ابن محمد علي وصلاح الدين الايوبي. ايه ده بجد؟ صدقني. ابراهيم باشا اتذكر في السنكسار في عهد البطريرك بابا بطرس الجولي انه فعلا شاف النور المقدس. دي حتى ليها قصه مميزه قوي، انه كان عايز يشوف النور المقدس على رواقه كده زي ما بيقولوا، وخرج الناس كلها بره وقعد هو. وفي اليوم ده النور فعلا ظهر. و يعني مش عارف اقول ايه، من شده اللي هو استغرب او اتصدم، اغمى عليه واسعفوه ساعتها. والناس اللي بره برضو ما اتحرموش من النور ده، العمود اللي بره اتشق والنور طلع منه، وفعلا شموع الناس نورت وفرحوا بالقيامه وفرحوا بسبت النور. يعني معجزه بصراحه قويه جدا. وموضوع شق العمود اللي بره ده موجود فعلا ومتوثق هناك في المكان اصلا. وصلاح الدين لما انتصر على الصليبيين حب يحتفل مع المسيحيين يعني في يوم سبت النور ده يحتفل معاهم. فراح الكنيسه فعلا وشاف النور المقدس وما كانش مصدق، فمسك شمعه من احد الشعب وقعد ينفخ فيها عشان يطفيها. لكن حصلت حاجه غريبه جدا، كل ما الشمعه تطفي تولع تاني، كل ما تطفي تولع تاني، لحد لما صدق صلاح الدين بحقيقه الموضوع ده. ولو رجعنا للبيروني واللي كتبه سنه 1000، كان ساعتها قايل برضو ان الملك يعني لما شاف النور المقدس ده ما كانش مصدق، فامر بانه يشيل كل الشمع ده ويغيره ويجيب شمع الفتيله بتاعته نحاس. قال ايه يعني كده مش هتنور؟ ولكن العجيب ان المعجزه حصلت والشمع نور حتى والفتيله نحاس مش فتيله عاديه من فتايل الشمع. وبكده عزيزي المشاهد اظن انك اتاكدت من قوه القيامه وحقيقه القيامه. ده لو اني اصلا يعني اشك انك شاكك اصلا، وتقدر ترد على اي حد يقدر يقول لك اي حاجه عن قيامه المسيح. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جايه وهنعرف اكتر.